السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وصحتكم بخير. اليوم راح نشارك معكم وصفه وطريقه من الطرق والوصفات نتاع الكاشير اللي تخدموا ماما. عندها كده من طريقه، اليوم حبيت نشارك معكم طريقه من بيناتهم. وهذه الطريقه اللي راح نشاركها معكم اليوم بزاف سهله، سواء في الخدمه سواء في الطياب. المهم انا نحيت شويه من الدجاج، راح نديرو بالدجاج. نحيت شويه، درتو اللون هكاك، قليتو لها لا زيت لا ايزي بيس لا حتى حاجه، على خاطر سامين للقطوطه. وزدت شرشمت عظمه خلطتها مع هذاك الدجاج، وحبه نتاع فرماج معستهم لها وعطيت لها تفطر بهم. الكاشير درت له هنا صدر نتاع دجاج ولا نص صدر، ما رانيش متاكده شحال عطاتني ماما باسكو هي اللي مدته لي، يا صدر يا نص صدر. المهم درت له زوج حبات نتاع بيض، شويه كحبيبات برك نتاع زيتون خضر، ولي زيبيس درت ملح وفلفل كحل وكزبر وشويه من اكليل الجبل. وهذاك اللي لحتو راه هو ثوم بودره، ما درتش الثوم العادي. وخمسة ولا 4 مغارف نتاع سميد يكون رطب، مغارف كبار، وشويه نتاع زيت. نخلط كل شيء مع بعضه، لازم هذاك السميد يدخل لي في الدجاج وفي العظام، ما يلزمش يبقى كاك. المهم نخلطو مليح مليح مليح، ومن بعد نرحيهم. القوام لازم يكون طري، ليسونسيال لازم كل شيء يترحى مليح وما يبقى لي حتى فتاته. تحبوا تخلطوا كل شيء مع بعضه فرد مره في لاشوار وترحيوهم، ولكن من الافضل انه تخلطوهم في البول هكا باش تتاكدوا باللي السميد تدخل فيهم مليح. وملاحظه، من الافضل انكم ديروا فيه الثوم تاع الحب، خير وخير. انا غير كان خلص لي اضطريت باش ندير هذاك الثوم البودره. قلت لكم نرحيهم كامل، ومن بعد تحصلوا على قوام كيما هذا، قلت لكم يكون طري. شوفوا، انا هنا قسمته على زوج، نص درت فيه الهريسه ونص خليته هكاكا وباين اللي ماشي حار، باين تعشكو، باينه طول بلي ما كانش من غيري في الدار اللي ما ياكلش الحار. الهريسه اللي درتها لهنا، الهريسه اللي مخدومه في الدار، اسمها اللي رانا خادمينها في الدار. ندخل مليح الهريسه فيها، تحبوا ديروا فلفل بودره، تحبوا كيما بغيتوا. نخلطها مليح مليح، ندخل فيها الهريسه. ومن بعد واش ندير، نجيبو بابي سيلوفان هذاك الشفاف، ونحلو فيه هذيك لاباط نتاع الدجاج. شغل كيما تحبوا ديروا هذاك الرولي نتاع الدجاج، نفس الطريقه تقريبا. هنا ماما حبت دير فيه الزيتون الخضر، قصاتو كيما هكا شرائح ودارته في وسطو، زعما باش يجيها كيما الكاشير تاع برا. انا ما حبيتش، انا درتو بلا شي زيتون. ايا وترو ليه كيما هكا في هذاك في وسط هذاك بابي سيلوفان. هنايا مسكينه تقطع لها نضحك عليها وقلت لها يا سيلوفان ما قدرتيش ترو ليه، دوك تشوفي انايا. بديت زعما نشكر في روحي ونعرض ونعاود ونقول هذوك تشوفي كيفاه ندير تاعي. يا اخي قاعده تقول لي سناي تشوفي دوك نشوف، قاعد تفرج فيا حتى حتى درت كارثه اكثر من تاعها هي. قلت لكم رولاتو في هذاك بابي سيلوفان، ومن بعد تزيد تروليه مره اخرى في اسكتي يا لونا خليني نسجل الفيديو. تزيد تروليه مره واحده اخرى في ورق الالومنيوم بهذه الطريقه، وتقفلوا مليح مليح على الجوانب باش ما يخرجش منه ومنه. قلت لكم نفس الطريقه نتاع هذاك الدجاج رولي. فوالا حتى يولي كيما هكا. من بعد تجيبوا كوكوطه تعمروا فيها شويه نتاع ماء، راكم تشوفوا على الجوانب، وتحطوا اي حاجه. ماما هنا دارت كسكاس، ماشي شرط كسكاسه، اي حاجه اللي تهزوا بها هذاك الرولي ما يقيسوش الماء، وتقفلوا عليهم الكوكوطه وخليوهم يطيبوا. هما ما يطولوا شويه باش يطيبوا. انا النتيجه راح نخليكم تشوفوها في اخر الفيديو. انا ديجا كنت نصبت الغدا خليته يطيب، وقلت نستغل الفرصه لا بين ما وجد الغدا ولا بين ما وسمو ديجا الحاله والدار راهم نظاف. ما لقيتش واش ندير، سما هكا وقتي لقيته فارغ، قلت نروح نرحي الكزبر ونرحي الفلفل. الكزبر شوفوا حنايا جامي نشريوه مرحي واجد من برا، وهذه كان نصيحه مني لكم، ما تشريوش هذا التوابل اللي يجيو كيما هكا، ما تشريوهمش واجدين. من الافضل شريوهم كيما حنا في الدار نشريوهم، نقيوهم وحدنا في الدار، كاش ما فيها حجر ولا نحيوه ونرحيه وحدي في الدار هكا. اذا ما عندكش ماشينه معليش رحيه برا. انا نرحيه وحدي في الدار بهذه لاباراي نتاع لي زيبيس حتى يولي بودره، ونخبيه هكا تاكلي حاجتك نظيفه، ما فيها لا حشرات لا حجر لا حتى حاجه. سوا الفريك سوا هذا الكزبر، هذو بين زوج نقيوهم في الدار، نشريوهم هكاك حب وننظفوهم ونقيوهم ونرحيهم وحدنا في الدار. رحيتهم عمرتها هكا في ساشي، وكاين اللي خبيته باش يقعد جديد. قلت لكم المره اللي فاتت كيفاه ديروا لي زيبيس باش يقعدوا لكم جدد وما ريحتهم ما تروحش. واللي نحتاجو يعني هكا نخدم به في الدوم درتو فيه باللارا.
وزدت ريحه الفلفل. شتو هذاك الفلفل اللي تشريوهم برا الحار، هذاك البودره. كاين بزاف اللي يعرفوا كيفاه يتخدم وكاين اللي ما يعرفوش كيفاه يتخدم. شتو كي ترحيو الفلفل وتخدموا به الهريسه وكلشي، يبقى لكم هذاك الكشور وهذاك واسمو تاعو. انشروهم وخليوهم، انشروهم يعني قصدي فوق حاجه تكون بلا مسطحه هكا، وخليوهم حتى يشيحوا، تتاكدوا بلي راهم شاحوا ويبسوا. من بعد ارحيوهم هكا، تتحصلوا على بودره حاره. شتو حاره تشلفط خير من تاع برا. الغدا قلت لكم نصبتو على بكري يعني من قبل. درت غير جاري برك شوربه فريك ليه توجد، ولونا درت لها هذا الكاشير نتاع الروز، يعني دارته لماما ماشي انا اللي درته لها. لي قالت لي ما تعطيلهاش الكاشير تاع برا، على بالي الكاشير يدير الدود، على هذيك جامي في حياتي لا عطيت لها الكاشير تاع برا. جامي وكلته لها تخدمه لها ماما في الدار، ديرو بالروز وبالدجاج وتزيد فيه الزروديه والعظام. مهم هذه المره راهي ما خدماتوش، قلت لكم كي تخدموني نشارك معكم الوصفه. حاليا مازال ما داراتوش. ورا الخدا خرجت مع مريم راني كي طاكسيار، ادي يا رحمه جيبي يا رحمه، وصلي يا رحمه، روحي شري يا رحمه، راهو صاري في التير. خرجت مع مريم، ديتها قضات شويه الحوايج اللي تحتاجهم في القاطوات في خدمتها في الورشه اللي تقري بهم. وروحنا، ما روحتش بكري. شوف انا مالفه كي نعود خارجه ولا ندير بروغرامي نطيب قيس غدا وعشاء، هذه المره ما درتش حسابي، يعني ما كانش على بالي بلي راح نخرج. مع روحت، ما روحتش بكري، مع روحت ديريكت راكم تشوفوا بقشي ولونا تجري عقابي وما سكتتش وهي تزهق بها نعطيها تاكل. بقشي مباشره بديت نطيب، قلت ندير سكالوب وبطاطا مقليه. بديت على لونا هي الاولى غير باه تسكت عليا برك، قليت لها هذاك الدجاج وبردته لها. بالك وتعطيو اللي عندها القطه في دارها ولا بالك تمدي لها ماكله سخونه. وقليت قلت لكم درت غير هكا دي سكالوب مع بطاطا مقليه. وهذه الماكله راهي ما تضرش الناس اللي راهي دايره ريجيم، بالعكس الدجاج مليح وشي هو كاين كونتيتي برك ما تفوتيهاش. والبطاطا ما يلزمش تاكليها مقليه، البطاطا اللي مدايرين ريجيم ديروها في الفريتاز، اذا ما عندكمش فريتاز ديري لها شويه ملح ودهنيها برك بالزيت وديريها طيب في الفور. هذه هي تعشيت ونزلت مع مريم. المازوز يقول لك مدلل، اللي يزيد يقول لي مازوزي مدلل نوريلو نجري وراه بالحجر كيما تقول سهام نعضو من وذنيه. قلت لكم نزلت نعاون مريومه، سيقت معاها الورشه، فرست لها الحاله ونظمنا هكا الطابله، ديكوريت لها، حطيت لها من هي انا نموت على الفريز. سورتو كي يعودوا عندهم دورات تلقاني هكا واقفه معاهم، ساعات نتفنين ساعات يجيني نشاط نحب نعاونهم. فرست لها الحاله، كانت عندها دوره وهذا مكان. وقلت لكم بلي راح نوريكم النتيجه تاع الكاشير في نهايه الفيديو، وهكا كانت النتيجه. والبنا ما نحكي لكمش، جربوه ردوا لي بالخبر. هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو، ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله، تلاو في رواحكم واستنوني في فيديوهات اخرى ان شاء الله، ومع السلامه.